السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل معاكم الجبنة الضاني بكل تفاصيلها بإذن الله مشيئة الرحمن. خليكم معايا لحد آخر الفيديو وإن شاء الله تستفادي في الفيديو دوا. ولو استفدتي أي حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو أول مرة شافوا الفيديو دوا. ولو عجبتكم الجبنة، يعني أنا طبعا كنت مصوراها والله العظيم، يعني عايزاكم تلتمسوا لي العذر. فاولادي لعبوا في التليفون، مسحوا وحذفوا الشويه اللي انا كنت مقطعاهم ويعني مظبطاهم فيها. فانا صراحه زعلت على الفيديو لما يعني انا بتعب في الفيديو طبعا، وفي حاجات بتتحذف، الحاجات المهمه اتحذفت منه. فانا هقول لكم كل حاجه في كل تفاصيل في الفيديو. خليكم معايا لحد اخر الفيديو. انا حطيت الحله بس مش مولعه تحتيها. هصفي اللبن كويس في الاول. طبعا اللبن ما يبقاش مثلا مرصرص، اللبن لازم تدفيه. لو انت مثلا حالبه، انا طبعا انت شفت في اول الفيديو انا كنت عند البقره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحت للبقره يعني وحلبت، وكنت شويه محوشاهم تاني في التلاجة. فحطيتهم على صفيتهم وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده على النار، يدفوا معايا زي دمعة العين. واقول لكم المنفعه المقدار قد ايه. طبعا انا مش بوزن اللبن، يعني انا بحط عنك سرك يعني. ببص في اللبن واعرف عايز كميه منفعه قد ايه. لكن انت لو هتعملي بالكيلو هتحطي لكل كيلو معلقه منفعه او غطا، من هو غطا الجزازه اللي انت شفتيها دي. كل كيلو ليه غطا او معلقه. وهتحطي، انا طبعا كنت جايبه حوالي زيادة عن نص المج. بسط يعني. انا بعمل بالمقدار يعني، مش بقدر يعني، انا ببص بعيني واحط الحاجه اللي انا عايزاها. طبعا هنا معايا حوالي 3 معالق ملح او معلقتين ملح، واحطهم في اللبن. حطيت في اللبن المنفعه. بعد ما تطفي النار اوعى تحط المنفعه وهو على النار. طول ما هو على النار اوعي يسخن منك قوي، علشان لو سخن قوي ما تحطيش المنفعه غير لما يبرد ويهدى معاكي شويه، علشان ما تأستكش معاكي. يعني لو حطيت المنفعه واللبن سخن قوي هتحس ان الجبنه مش طريه ودايبه معاكي، هي هتبقى زي الاستك. يعني بتيجي تتذوقها تلقي مش طعمها مش داب ومطعمه كده. طبعا انا هنا قلت لو ما عندكش حصيره بتاعه الجيم هتشيليها، في تجيبي شال وتجيبي تربو او مصفيه. مصفى يعني عندك. انا كان عندي التربو دوا او التربو ده، يعني كان عندي بس مش بستعمله يعني. فانا غسلته وجبت شال حطيته جواه. بعد اللبن ما خد معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عملت اللبنات في الظهر ونفعت فيهم في الظهر يعني. قبل العصر كده لقيتهم واخدين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوا. بسم الله ما شاء الله عليها، شايفين الجبنه حلوه كيف. ولو سخنت معاكي اللبن سخن معاكي قوي، اوعي تحط المنفعه غير لما اللبن يبقى زي ما يكون هتحمي بيه البيبي. لان لو حطيت المنفعه على اللبن وهو سخن يعني هيشوي معاكي الجبنه، فالجبنه هتبقى معاكي طعمها مأستك يعني كده، مش مطعمه ودايبه معاكي. ولو حطيتي وهي مرصرصه خالص وكمان بقت شتاء، هياخد معاك وقت على بال اللبن ما ياخد معاكي ويشيل معاكي يعني، على بال ما يشد يعني معاكي ويبقى بالشكل اللي انت شفتيه اللي هو في الحله قبل ما نصبه جوه التربو او جوه المصفى دي. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك. انا طبعا الفيديو ده كنت مستنيه لما اعمل فيديو تاني واكمله، فيعني عشان ولادي حذفوا لي يعني بعض المقاطع اللي هي وانا بقطع الجبنه وبحطها يعني بحطها في التلاجة واظبطها. فانا بصراحه زعلت يعني على الفيديو بعد ما تعبت فيه. فانا نزلته لكم زي ما هو كده، وان شاء الله لو عجبتكم الجبنه ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديو تاني واوريكم ازاي بنقطعها وازاي بنخزنها وازاي بنشيلها في التلاجة وازاي بتتجل الجبنه الضاني. وان شاء الله باذن الله لو اي تفاصيل عايزينها قولولي في الفيديو، وانا ان شاء الله باذن الله هعملها لكم. ربنا يقدرني يعني ويعيني واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. انا بعد ما حطيتها في التربو زي ما انتوا شايفين كده، عندك قماشه بيضه، يعني زي ما دي قماشه. عندك شال تحطيه جواه لحد ما يصفى معاكي. وهتحطي معاه حاجه طبعا عشان يساوي زي الحاجه اللي انا حطيتها دي، بلانش او اي حاجه، او تربو الجنب التاني من التربو يعني حاجه تكون تدخل جواه وتسويهم. وبعد كده هو تحط حاجه تقيله. انا حطيت الهون لحد ما الصفى معايا كويس.
طبعا، وهتروحي ماسكه الصينيه وتروحي قلبهم على الجنب التاني. ولو ما عندكيش طبعا الحاجه دي، هتعملي في الشنجة زي ما انت شايفه كده، بألف هنا وشفا.